وبعد انتقال رافينيا لنادي فيتوريا دي جماريش في موسم 2016 ومن اول حصه تدريبيه ليه في فريق الرديف، لما شافوا مدرب الفريق فيتور كامبيلوس والطاقم بتاعه، كان واضح ليهم ان عنده شيء مختلف، وقال عليه ان رافينيا كان من نوع اللاعبين اللي بيدي 100% من مجهوده في كل المواقف حتى في التمرينات، وبيبقى عنده دايما الرغبه في الفوز في كل مره حتى لو كانت تقسيمه، وده مش غريب على البيئه ولا الظروف اللي اللاعب طلع فيها، وسلسله الرفض اللي عاشها من الاكاديميات بنفس الاعذار كل مره، ان جسمه ضعيف ورفيع ومش مناسب ليهم، ولا غريب على اغلب لاعيبه امريكا اللاتينيه اللي بيبقى اغلبهم عندهم حميه الفوز وروح المنافسه العاليه. ما خدش رافينيا وقت طويل في التاقلم مع فريقه الجديد، وكانت اللغه سبب مهم في ده، لان البرازيليين بيتكلموا اللغه البرتغاليه، فكان قادر يتواصل مع زملائه ومديره الفني اللي جربوا في اغلب المراكز الهجوميه وقدر يلعب فيهم كلهم، وعلشان كده قضى رافينيا 6 شهور بس في الفريق الرديف قبل ما يتصعد مع الفريق الاول. وبيبدا رافينيا موسم 16 17 و17 18 مع نادي فيتوريا دي جماريش، ولعب معاهم 85 ماتش ظهر فيهم كعنصر اساسي ومهم في التشكيله الاساسيه للفريق، واغلب ماتشات الفريق ظهر في مركز الجناح الشمال، وعمل رافينيا مع الفريق ارقام كويسه لانه احرز 22 هدف وعمل 13 اسيست، وكان اداؤه خاطف للانظار بالذات في موسمه الثاني اللي احرز فيه 18 هدف في كل البطولات، وده اللي خلاه ياخد جائزه افضل لاعب في الفريق لموسم 17 18 ويتصنف كواحد من ألمع نجوم الشباب في الدوري البرتغالي الممتاز. والاداء المذهل ده بيلفت انظار انديه القمه في الدوري البرتغالي واللي بيبقوا مهتمين بيه وعايزين يتعاقدوا معاه، والكلام بيكتر على رافينيا هيروح فين. وفي الاستعداد للموسم الجديد بتيجي رساله رافينيا من كابتن فريق سبورتنج لشبونه وهو برونو فرنانديز، مكتوب فيها متحمس ألعب معاك، وده كان مزامن لعرض سبورتنج لشبونة للتعاقد مع رافينيا بصفقة قيمتها 6 مليون يورو، وفعلا بينضم رافينيا لسبورتنج لشبونة وبيكون ثنائية مع كابتن الفريق برونو فرنانديز اللي ساعده في التأقلم مع الفريق بسرعة، والثنائية دي تخطت حدود الملعب لأنهم بقوا أصدقاء مقربين خارج الملعب برضه، وظهر رافينيا مع سبورتنج لشبونة بشكل كويس في بداية الموسم، لكن للأسف أعاقت رافينيا إصابة عضلية بعدته عن معظم ماتشات الموسم وما قدرش يقدم المستوى المطلوب والمتوقع منه، وظهر الموسم ده مع سبورتنج في الدوري في 24 مباراة فقط، ساهم فيهم ب4 أهداف و4 اسيست، ولكن بالرغم من كده كان جزء من الفريق اللي حقق الثنائية المحلية بالفوز بالدوري البرتغالي وكاس البرتغال بتسجيله هدف في ضربات الجزاء اللي ساعدت فريقه يفوز بالبطولة على حساب بورتو. وبعد انتهاء موسمه الأول مع سبورتنج لشبونة على عكس التوقعات بيقدم نادي رين عرض عكس كل التوقعات، وبيشوف رافينيا هي القطعة الهجومية اللي هتكمل مشروعه في الحلم بالتأهل لدوري أبطال أوروبا، وبيكسر الرقم القياسي في توقيعات النادي بعرض قيمته 21 مليون لضم البرازيلي. ورافينيا اللي كان متحمس انه ينضم للنادي بيلعب في الدوريات الخمسة الكبرى، وبدأ رافينيا الموسم مع رين وكان عنصر رئيسي في الفرقة بجانب ادوارد ميندي حارس المرمى السنغالي والفرنسي ادواردو كامافينجا، وفي الدوري الفرنسي سجل 8 أهداف وصنع 7 اسيستات خلال فترته مع النادي، وساعد رين انه يخلص الموسم في المركز الثالث ويتأهل لدوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021. ورافينيا في الموسم ده كان تحت انظار العجوز المجنون بكرة القدم مارسيلو بيلسا المدير الفني لنادي ليدز يونايتد اللي كان صاعد حديثا للبريمير ليج، واقنعه رافينيا من خلال مستواه في الدوري الفرنسي انه يبقى الجناح الاساسي للفريق في اول موسم للفريق في البريمير ليج، واللي كان اخر مرة متواجد فيها الفريق سنة 2003-2004. وبالفعل قدم ليدز يونايتد عرض النادي رين لضم رافينيا مقابل 19 مليون يورو، وهنا كان موقف صعب بالنسبة لرافينيا ووقع قدام خيارين، اما انه يكمل مع نادي رين ويلعب في دوري ابطال اوروبا لاول مره في مسيرته، او ينتقل لفريق صاعد حديثا في الدوري الانجليزي ويحقق حلم الطفوله انه يلعب في الدوري اللي كان بيتفرج فيه على اسطورته تيري هنري. وبعد تفكير كتير ونصيحه من صديقه المقرب السابق في سبورتنج لشبونه برونو فرنانديز واللي كان لاعب لمانشستر يونايتد وقتها انه هيناسب طريقه لعب البريمير ليج، قرر رافينيا انه يحقق حلم طفولته وينتقل لنادي ليدز يونايتد ويلعب للدوري اللي كان بيحلم من وهو طفل انه يلعب على ملعبه المليانه بالجماهير واجواءه الساحره، ولكن كل ده كان مجرد حلم
علشان رافينيا في موسمه الاول في الدوري الانجليزي تم منع الجماهير من حضور الماتشات بسبب تفشي فيروس كورونا كاجراء احترازي للحد من انتشار المرض، لكن الماتشات كانت مستمره بمدرجات خاليه من الاجواء الحماسيه ومباريات اقل متعه. وكان خايف رافينيا في بدايه الموسم انه يلاقي صعوبه في التاقلم على اللعب في اول موسم ليه في الدوري الانجليزي، بالذات من غير الجماهير اللي رافينيا كان متعود عليها من وهو بيلعب في شوارع البرازيل، وهي من الاسباب الرئيسيه انه يجي البريمير ليج. وبرضه كل ده كان مجرد مخاوف لحد ما بدأ الموسم ونجح مارسيلو بيلسا انه يلاقي التوظيف المناسب لرافينيا، انه يديله الحريه الكافيه في التحرك من على الجناح اليمين، واللي كان فيه رافينيا مصدر خطوره كبيره في كتيبه الارجنتيني المجنون، وظهر ده في اكتر من ماتش في الموسم. وفي شهر اكتوبر انضم رافينيا لاول مره لتمثيل المنتخب البرازيلي، ونجح انه يعمل اسيستين وياخد ضربه جزاء ضد فنزويلا في اول مشاركه دوليه ليه. وفي واحد من ماتشات الدوري الانجليزي ضد ساوثهامبتون بيسجل رافينيا هدف من ضربة حرة، وبيقرر انه يرد الواجب لرونالدينيو اسطورة موطنه وبورتو أليجري، واللي حببه في الكورة من وهو عنده 7 سنين، ويهدي الفاول ده لوالدة رونالدينيو اللي توفت قبل ايام من المباراة. وبيكمل رافينيا مستواه الرائع اللي قدر بيه يكون جزء من احتلال ليدز يونايتد للمركز التاسع في اول موسم ليه في البريمير ليج. وفي مباراة ضد مانشستر سيتي في الجولات الاخيرة من الموسم تدخل فرناندينيو لاعب السيتي على رافينيا تدخل عنيف على رجل رافينيا، واللي كان متعود على لعب الشوارع العنيف في البرازيل، وربط رجله وافتكرها بسيطة، لكن لما روح بيته وفك رجله كانت منتفخة قد رجله التانية مرتين، وخدوه على المستشفى على طول. والألم كان شديد جدا على رافينيا، وجاله احساس ان هيخسر رجله من كتر الالم، واضطر الدكاتره انه يعملوا له عمليه ويسحبوا اكتر من 100 مللي لتر دم من رجله، وقالوا الدكاتره ان موسم رافينيا انتهى. لكن بالرغم من كده رافينيا قدر بعد التعافي يلحق اخر ماتش في الموسم قدام توتنهام كبديل، واللي انتهى بفوز ليدز. وانهى رافينيا اول موسم ليه مع ليدز بالمشاركه في 32 مباراه في كل البطولات، وقدر يحرز 7 اهداف ويصنع 9 اسيستات لزمايله، ويبروز الموسم كاحد ابرز لاعبي ليدز يونايتد. بيبتدئ الموسم الثاني ليه في الدوري الانجليزي، لكن مع رجوع الجمهور للبريمير ليج وتعديل تكتيكي بيخلي رافينيا اقرب للجون اكتر، وده ميكس بيخلينا نشوف احسن موسم لرافينيا في مسيرته، قدم فيه اداء جبار وكان من افضل الاجنحه في الدوري الانجليزي، وقدر يعمل فيه مستوى يخليه من ابرز الاسامي على رادار الانتقال لاكبر الفرق في اوروبا. ولكن الحكايه ما بتكملش حلوه لاخرها، لان على الرغم من اداء رافينيا العالمي الفريق بيبقى عنده مشاكل تانية، زي ان دفاع الفريق كان تاني اضعف دفاع في الدوري واستقبل 79 جول في الموسم ده بسبب اللعب الهجومي المفتوح، وده برضو اللي خلى الفريق قبل نهايه الدوري بجوله واحده في مراكز الهبوط في المركز ال18 في الدوري، متساوي مع النقط مع بيرنلي اللي هيلاعب نيوكاسل على ملعبه، وليدز هيلاعب برينتفورد خارج ملعبه، وده كان في اخر جوله في نفس الميعاد. بيدخل ليدز في تحدي صعب اللي لازم يكسب خارج ارضه بشرط تعثر بيرنلي على ارضه قدام نيوكاسل، وبيوعد رجل الموسم رافينيا للجمهور انه هيبذل 100% من مجهوده، وان فريقه ليدز يونايتد هيفضل في البريمير ليج. وبيبدا ماتش ليدز وبرينتفورد وسط تألق من رافينيا في اكتر من لقطه، وبعد كذا محاوله بيجيب فريق ليدز جون في الشوط الاول، لكن بيتلغي بداعي التسلل وبينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي. والناحيه الثانيه كان متقدم نيوكاسل بهدف على بيرنلي، وبيخش ليدز الشوط الثاني ورافينيا بيكمل تألقه ومحاولاته، وبيقدر ياخد ضربه جزاء ويسجل هدف تقدم ليدز على برينتفورد. Has put Leeds United in front here, a massive goal and the celebrations on the far side. واللي بيلزمنه في ماتش بيرنلي الجون التالي لنيوكاسل واقتراب حلم البقاء لليدز يونايتد، لكن الموضوع ما مشيش بالسهوله دي عشان بعديها يسجل بيرنلي هدف في نيوكاسل ويقرب اكتر من التعادل، وبرينتفورد يجيب هدف التعادل في ليدز يونايتد، ويرجع الامل لبيرنلي لان في حاله تعادل الفريقين بيهبط ليدز يونايتد للتشامبيونشيب. وبيكمل الماتش وبيكمل رافينيا محاولاته انه يوفي بوعده للجمهور ويساهم في طرد لاعب من برينتفورد، وسخريه القدر انه يبقى اللاعب ده اللي جاب جول التعادل وقلع التيشيرت. وبنوصل لحد الدقيقه 90 ولسه نتيجه الماتشين زي ما هم، لكن بيرنلي قادره تتعادل في اي وقت على ملعبها لحد الدقيقه 94 اللي بيجي فيها ركنيه لفريق ليدز وبيرفعها رافينيا وبتترد لهارليسون ويشوطها من مره واحده. For Leeds United, the ball flies beyond Raya into the far corner of the net, and now all around us and on the far corner of the ground, and it's absolute pandemonium.
علشان يضمن ليدز بقائه في البريمير ليج بعد مباراة ملحمية كان رافينيا فيها النجم الأول للفريق، ويحتفل مع الجمهور اللي كان أهم الأسباب إنه ينتقل للبريمير ليج. وبعد الاحتفالات بيمشي رافينيا الملعب كله على ركبته، وعمل كده لأنه وعد ربنا إنه هيعمل كده لو ليدز فضلوا في الدوري وما هبطوش. ودي كانت أجمل وداعية من نجم الفريق بعد موسم كبير قدم فيه أداء رائع.